السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي اول مرة يشوفني انا اخوكم محمد، ودي قناتي قناة كريس كيك. اللي اول مرة يشوفني او يتابعني يا ريت يشرفني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده ان شاء الله بعمل لكم بقى ايه؟ وصفة جميلة جدا، وهنعمل شوكولاتة يا جماعة في البيت. هنعملها باحترافية بقى كده، وهنصبها في القوالب بتاعتنا، وهنعرفكم ازاي بقى نسيح الشوكولاتة ازاي، وازاي نصبها كده. تمام؟ تطلع معانا باللمعه والجمال دوت اللي احنا شايفينه دوت يا جماعه، ما شاء الله. بصوا كده الشوكولاته يا جماعه لمعتها عامله ازاي، شكلها جميل جدا، طالع معانا باحترافيه جامد جدا. بصوا حبايه البن، دي حبايه بن يا جماعه، بصوا عامله ازاي ما شاء الله. شايفين بقى هنا ايه؟ البيضه والبني، البارات دي جميله جدا. شايفين بقى يا جماعه فرع الشجر ده عامل ازاي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا معانا بقى الحروف اهي، عاملين حروف بقى صغيره كده لو هنكتب بيها على تورتايه ولا حاجه. شكلها جميل جدا ما شاء الله. بصوا تحفه يعني، قوقعه اهيت معانا. فطبعا بقى ايه، تابعوا الفيديو للنهايه يا جماعه عشان الكل يستفيد، ونعرف ازاي نعمل الشوكولاته ديت. ممكن تكون مثلا مصدر ربح ان شاء الله لاي حد مثلا يعمله اونلاين في البيت. يلا بينا نشوف الطريقه، يلا بينا كده يا جماعه. احنا معانا اول حاجه بقى معانا الشوكولاته بتاعتنا اهي. تمام، انا جايب شوكولاته اللي هي الدارك اهي، وجايب البيضه، وجايب الحليب اهو. تمام، عشان بقى ايه نشتغل بيها ونعمل لكم ايه ان شاء الله الشوكولاته ونسيحها ونشوفها بتسيح ازاي. اول حاجه يا جماعه بنجيب بقى ايه البوله بتاعتنا، نحط فيها الميه عشان تعمل حمام البخار. انا اهو جايب حاجه اهو تستلس عندي اهي. تمام، بحط الميه قد ايه يا جماعه؟ ده مقدار الميه اللي هحطه، اللي هو بصوا اقل من نص الايه البوله. خلاص كده يا جماعه، اقل من نص البوله. تمام، ومعايا الطبق اللي هحط فيه الشوكولاته يا جماعه، بيتحط كده بحيث ايه الطبق ده يا جماعه ما يبقاش لامس الميه خالص، اللي طالع عليه البخار بس. يعني الطبق ده المفروض ما يبقاش لامس الميه خالص، يبقى البخار بس اللي طالع. دي معلومه يا جماعه، دي اهم حاجه في تسيح الشوكولاته على البخار. تمام كده، يبقى انا هعمل ايه؟ هرفع بقى ايه الميه بتاعتي على النار، ونشوف هنعمل ايه تاني. اول حاجه يا جماعه بنعمل ايه؟ بنجيب اول حاجه نبدا بالشوكولاته الدارك بتاعتنا. طبعا الشوكولاته هي معانا هي يا اما نجيب مبشره يا اما سكينه زي كده، وابدا ان انا ايه اكسر بقى الشوكولاته بتاعتي كده. تمام كده يا جماعه، احنا كده بشرنا الشوكولاته بتاعتنا اهي، او قطعناها قطع صغيره زي ما انتم شايفينها كده عشان نسهل علينا ايه نفسنا في التسييح. كده يا جماعه انا حطيت البوله بتاعتي على النار اهي. تمام، وموطي عليها النار خالص، والميه سخنت بتاعتي. تمام، هبدا احط بقى ايه البوله بتاعتي ايه اللي احط فيها الشوكولاته اهي. تمام، على ايه؟ على البوله اللي فيها الميه، والميه ما تكونش لامسه البوله اللي فيها ايه الشوكولاته. وابدا يا جماعه انزل بالشوكولاته بتاعتي بقى ايه في الطبق اهي، وبالمعلقه بتاعتي يا جماعه كده ايه، وابدا ايه اقلب الشوكولاته بتاعتي. طبعا انا موطي النار خالص يا جماعه، اهم حاجه النار تكون واطيه خالص عشان الشوكولاته بتاعتي ما ايه ما تتحرقش مني. احط الكميه بقى الباقيه اهي. في المرحله يا جماعه دي بقى بنزل بقى ايه معلقه زيت كده اهو، معلقه واحده ما بكترش يا جماعه عشان بس تدي لمعه معايا وتفك الشوكولاته بسرعه. طبعا على فكره يا جماعه، بص انا ماسكه بايدي اهو، طبعا مش سخن خالص، ماسكه بايدي اهو مفيش اي مشكله. دليل على ان ايه هي بتسيح بس على البخار اهو.
لسه طبعا فاضل ايه قطع صغيره خالص اهي هي اللي باقيه. بصوا شايفين يا جماعه عامله ازاي اهي، ما شاء الله لا قوه الا بالله اهي. شايفين يا جماعه عامله ازاي يا جماعه، ده يا جماعه كده تسيح الشوكولاته الايه المظبوط اهو. فاضل يا دوب بس ايه قطعتين صغيرين خالص اهمت اللي ما دابوش اهو. ان شاء الله. بصوا يا جماعه الشوكولاته ناعمه معانا ازاي بقى، ولا كلكعت مننا ولا اتحرقت ولا اي حاجه اهو. خلاص كده يا جماعه، دي اول حاجه. هطفي بقى النار خالص يا جماعه كده، وبسيبها بقى واشتغل بيها ايه وهي على حمام البخار كده. لو انا هعمل مثلا بيها هزوق بيها حاجه او هعمل بيها حاجه تمام، ما بشيلهاش عشان ما تتجمدش مني، احنا في الشتاء لسه برضه والجو ساقع، هتتجمد مني تاني لو شلتها من على النار كده يا جماعه. ان شاء الله معانا نقعد بقى ايه قوالب بقى الايه الشوكولاته السيليكون اهي، الاشكال كلنا معانا اهي، هنشتغل فيهم بقى ان شاء الله ونصب فيهم الشوكولاته تمام اهو. ده حروف وارقام، وده فرع الشجره، حبه البن اهيت. هنبدا بقى بايه حبه البن اهي، هناخدها الاول وهناخد دي وهناخد دي معانا برضو كاهي، هنبدا بيهم كده ونشوف هنعمل ايه. طبعا احنا سيحنا الشوكولاته بتاعتنا يا جماعه، بنجيب بقى برطمان زي كده اهو، وبندخل فيه نقط كيس الحلويات بتاعنا، وهننزل بقى في الشوكولاته بتاعتنا نقط ايه في الكيس الحلواني بتاعنا كده. مش هناخد الكميه كلها، هنسيب بقى ايه في الطبق بتاعنا كده اهوت، نحطه برضك على ايه حمام البخار عشان الجو ساقع وما تتجمدش منها الشوكولاته على طول. هناخد بقى يا جماعه نقلب كده، احنا ايه صبينا خلاص اهو تمام. هنمسكه نعمله كده النهارده بقى ايه نسحب ايه الزيادات دي كده تمام يا جماعه، ونسيبه بقى ايه يتجمد، يا اما ندخله التلاجة يا اما نسيبه بره التلاجة عادي تمام لغايه لما يجمد معانا. خلينا يا جماعه شكل تاني بقى كده اهو، هو شكل البراد ده. امسكوا كده برضو نفس الكلام يا جماعه كده. معانا يا جماعه بقى الشكل اللي هو بتاع الحروف دوت اللي هو الصغننه دي. كده خلاص يا جماعه عملنا الحروف بقى ايه، هنسيبها تنشف برضو كده. ناخد بقى ايه اللي هي الوردات دي كده
الشكل كمان معايا تاني اهو. دي قواقع اهي. كده يا جماعه احنا خلصنا بقى الشوكولاته اللي هي الدارك. هنعمل ايه؟ هنسيح برضو اللي هي بالحليب عشان برضو بنشوف برضو بتسيح نفس الكلام اهي برضو يا جماعه، مفيش اختلاف خالص فيها. كده يا جماعه احنا هنشوف بقى القوالب اللي احنا عملناها اهو. اول حاجه احنا عملناها اللي هو حبايه البن. بصوا يا جماعه ما شاء الله طالعه عامله ازاي. طبعا ممكن نزين بيها اي حاجه احنا بنعملها، لو بنعمل كبات ولا حاجه ممكن برضك لو على تورتايه ولا حاجه برضك نظبطها عليها. ان شاء الله شكلها جميل جدا. طلع معانا كميه كبيره يا جماعه من قطعه شوكولاته صغيره خالص. عامله ازاي معانا برضك الشكل الجميل ده، الوردات دي بصوا عامله ازاي يا جماعه. لمعه الشوكولاته عامله ازاي معانا ان شاء الله. هنا بقى الحروف اهي. بصوا يا جماعه لمعه الشوكولاته عامله ازاي ان شاء الله، لا قوه الا بالله. بصوا شايفين الحروف بقى معانا. ان شاء الله جميله جدا. معانا يا جماعه البراد بقى اللي هي الصغيره، البراد الصغير الجميل ده. بص عامل ازاي ما شاء الله، جميل قوي. ان شاء الله. بصوا يا جماعه عامله ازاي بقى الشوكولاته بتاعتنا واللمعه بتاعتها. بصوا عامله ازاي يا جماعه ان شاء الله، لا قوه الا بالله. هنصب بقى يا جماعه بقى شوكولاته الحليب هنا بقى ايه في فرع الشجره ده. خلاص نسيبها تتجمد برضو كده على شكل برضو كمان جميل اهو. كده يا جماعه برضو هنسيح الشوكولاته البيضاء. نفس الكلام، البوله فيها نصها ميه وبتسخن كويس، واحط الشوكولاته برضو كده ايه في بوله تانية. نفس الكلام بالظبط يا جماعه، مش هيختلف حاجه. احنا كده عملنا ايه جميع انواع الشوكولاته بتاعتنا، سيحناها اهو ها، عشان مش عايز حاجه تانية يا جماعه، مش عايز كلام تاني.
هنصب يا جماعه بقى ايه الشوكولاته البيضاء هنا اهو. معانا قالب بقى تاني اهو. ناخد بقى ايه الشكل بتاع اللي هو بالحليب ده يا جماعه، عاجبني، عايز اصب فيه. بص عامل ازاي، ان شاء الله لا قوه الا بالله. نصب بقى فيه الشوكولاته البيضاء بتاعتنا. هنا كمان فاضل يا جماعه بقى ايه، عندنا باقي الحليب اهو. بصوا عامله ازاي يا جماعه، ان شاء الله لا قوه الا بالله. يبقى احنا ممكن يا جماعه تعملوا مشروع يا جماعه في الموضوع دوت والله، وتغلفوا شوكولاته وتبيعوها. وعايز اقول لكم طعمها والله جميله جدا، احسن من المغلفه بكتير. وممكن نحشيها كراميل، نحشيها مكسرات، اللي احنا حابين نعمله مفيش مشكله. كده يا جماعه انا بقى الشوكولاته البيضاء بتاعتنا بقى ايه، جمدت اهي ما شاء الله. نبدا بقى نطلع فيها كده. ده الشكل الاول اهو. الشكل التاني بقى اهو. القوقعه دي جميله قوي. نجيب بقى البراد بتاعتنا اهي. كده يا جماعه ما شاء الله. بصوا بقى الشوكولاته بتاعتنا بعد ما خلصناها ما شاء الله لا قوه الا بالله. احنا لو غلفنا يا جماعه الشوكولاته دي وبعناها هتبقى معانا شغل كويس جدا، ممكن يبقى عندنا مشروع كويس يدخل لنا ربح في البيت. طبعا يا جماعه احنا لو حبينا بقى نحشيها زي ما قلت لكم، ممكن نحشيها باي حاجه، ممكن نحشيها كراميل، ممكن نحشيها مكسرات، اي حاجه احنا حابين نحشيها فيها مفيش مشكله. تمام. وفي نهايه وصفتنا يا رب نكون افدناكم بالفيديو ده ويكون الكل استفاد. هستنى عليكم لما تفرحني جدا، واللي ما اشتركش يا ريت يشترك بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل كل جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.